احنا مع بعضينا النهاردة هوريكم طريقة الفول بالبيض، وهنسيبنا بقى ونعمل فاصل من اللحمة والفراخ. بصراحة كانت التجربة جميلة جميلة جدا، وحبيت ان انا ابدع فيها واطلعها بالمنظر اللي انتوا شايفين ده. تعالوا بينا نشوف الطريقة، وعشان انت كمان تعمليها. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسينيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه المكون الاساسي بتاعي هو الشبت، مش البقدونس ولا الكزبره، لازم الشبت. هو الشبت اللي بيديها طعم روعه. بصوا زي ما انتم شايفين دي حزمه كبيره من الشبت، بتقطعيها حتت صغيره. وبعد كده بتجيبي بقى فلفل الوان، بتجيبي من كل واحده كده واحده. ما عندكيش فلفل رومي وفلفل حراق لو بتحبي الحاجه مشطشطه، وبتقطعيهم قطع صغيره كده بالمنظر ده. وبعد كده انت طبعا بتجيبي طماطمتين، بس انا طبعا عملت الكميه اللي انا استخدمتها علبه فول، فانا مش عارفه انت الكميه اللي انت هتستخدميها قد ايه، بس الطريقه واحده. اهم حاجه ان انت ما تقلليش في الحاجه، ادي الحاجه حقها عشان تحسي بطعمها. بس كده. وقطعت بصلايه كمان شرايح. ودلوقتي بقى حطيت طاسه على البوتاجاز ونزلت بالزيت، وبعد كده حطيت البصل عشان يدي تشويحه كده، ونزلت بعد كده بمعلقه توم كبيره. اللي مش عايز بصل يا جماعه، هي على فكره البصل ده مش اساسي، انا حطيته عشان ازود النكهه، لكن هو بالثوم بس انا النهارده عملتها بالبصل والثوم. وبعد كده نزلت بالشبت اديته تشويحه. اللي عايز يحط سمنه بدل الزيت ممكن يدي طعم حلو، بس عشان انا هحط جبن حسيت ان كله هيبقى دسم. بس كده. ونزلت بعد كده بقى بالفلفل، اديته برضو تقليبه. كل حاجه بنزلها بديها تقليبه سنه كده لغايه لما تدبل، وتنزلي باللي وراها. حطيت معلقه الصلصه كبيره، وبعد كده نزلت بالطماطم، وتقلبي كله لغايه لما يدبل. وبعد كده تنزلي بقى بايه؟ بالفلفل الاسمر والكمون والكزبره، وزي ما انتم شايفين كده، وتقلبيها وتملحيها حلو جدا. بس اوعي تخليها حادقه، لان احنا هننزل هنا بكوبايه ميه كبيره، ونسيبها شويه بس تتسبك سنه، يدبل الحاجة فيها، وعشان تنزلي بقى بالفول بعد كده ياخد بطعم الخضار والحاجة اللي محطوطة دي. نزلت بقى بعلبة الفول وقلبتها، واسيبها على البوتاجاز اوطي عليها بس تتشرب من الفلفل بالبصل بالثوم. وبعد كده بقى جبت الطاجن. الخطوه لغايه هنا خطوه يعني اختياري، لو انت عايزه تاكلي الفول كده وتغرفيه في الاطباق وتاكلي جميل جدا، لكن انا بقى حبيت ان انا ازود لهم بقى الديكور بقى، وان انا ابدع في الاكله، وان انا اوريهم بقى ان انا شاطره بقى في المطبخ. فقلت لا، انا هحطها في طاجن، واحط كده رشه موتزاريلا. ما دلوقتي اي حاجه تحطي عليها جبن موتزاريلا، يعني ده الجديد في العصر اللي احنا فيه. فحبيت ان انا اعمل كده برضو. رحت جبت الطاجن وحطيت سلقت بيض، ورحت قطعاه نصين، وزي ما انتم شايفين عملته على وشه كده عشان احط على من فوق جبنه موتزاريلا على كل قطعه زي ما انتم شايفين. وعلى فكره مش هتتحط في الفرن، هتتحط تحت الشوايه، لان هو اصلا مستوي، يا دوبك هو سخن كده تحطي تحت الشوايه بس عشان ياخد اللون ويسيح الجبنه بس. وما تنسوش طبعا الفلفل، عشان انا ما رضيتش احط فلفل حراق الاول، فحطيته عشان اخده بس عشان الاولاد. بس كده، وبيطلع بالمنظر الجميل والروعه. مش عايزه اقول لكم، وانا بحطه كده على السفره يا سلام، يعني ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. وكانوا بقى مبسوطين بقى وبياكلوا، وحتى كده شيك كده في التقديم. انت كمان جربيها، وكان طعمه فعلا رهيب. الشبت مع الثوم والبصل والخضار اللي فيه فعلا بيغير طعم الاكل تماما، وفعلا تستحق التجربة. احلى طاجن فول بالشبت والبيض. انت كمان جربيها وهتعمليها كمان احلى من اللي انا عملتها. باي باي.